استاذنا ان شاء الله الاوردر بتاع حضرتك اهو اللي هيتشحن. في بس بعض المعلومات بس اللي هوضحها لك بخصوص الولاعات الرونسون. انا مش عارف حضرتك استخدمتها قبل كده او لا، بس يعني بعض الحاجات التريكات كده بالنسبه للموضوع. اول حاجه احنا هنجرب مع بعض كل واحده فيهم. دي اللي هي الرونسون السفينه، مكان الملو بتاعها من هنا كده من تحت زي ما انت شايف، وهي بتتملي من الصمام بتاع الانبوبه على طول مباشره، من الصمام ده كده مباشره، مش بتحتاج اي مفتاح من فوق او كده. تمام. ده بالنسبه للولاعه الرونسون السفينه. بنلف دي كده نص لفه كده عشان يقفل الغطا معانا، وهنا برضو دي كده نص لفه عشان افتح مكان الحجر بتاعها بالشكل ده كده. ولازم تبقى ايدي عليه عشان خاطر المسمار ما يتنطرش مني يروح في حته. فدي حاجه. اول حاجه الولاعه لو ركنتها فتره طويله بفضل انها تتركن وهي ما فيهاش غاز خالص 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 عشان ما تبص او يحصل فيها اي مشكله. الحاجه التانيه ممكن مثلا اركنها في الدرج يومين ثلاثه، فلما اجي افتح اولع كده الاقيها مش بتولع معايا على طول او مش بتشتغل معايا، لان الولاعه فيها صمام امان للنار، ان الصمام ده بيفضل ضاغط على الجزء بتاع الولعه يخليها ما تولعش. الصمام الامان دوت لو الولاعه اتركنت 3 ايام مثلا في الدرج ما بستخدمهاش او كده هلاقيها ان هي مش شغاله معايا. اعمل ايه في الحاله دي؟ بفتحها عادي او انا بدوس اهي، خليها مثلا بدوس اهي مش عايزه تولع مثلا، فبروح حاطط صباعي هنا كده صمام الامان ده بروح فاتحه اهو، صباعي هنا في المكان ده كده بالظبط اللي هو مكان الولعه، بحط صباعي كده فصمام الامان ده بيفتح تاني والولاعه بترجع تشتغل تاني بشكل طبيعي. فدي اول حاجه بالنسبه للولاعه الرونسون السفينه. وادي الولاعه هي كده جوه الكيس، هي هتتشحن لحضرتك بنفس الشكل ده كده. وانا يعني اعتقد ان هم في الطياره هتكون الولاعه متفرغه من الغاز، انا مش عارف اذا كان هيسمحوا ان هي تطلع على الطياره كده ولا لا، بس يعني اعتقد ان هي تكون متفرغه من الغاز. وبيجي معاها بعد لحضرتك كيسين حجاره هيبقوا جوه الكيس بتاعها اهو عشان ما يقعوش او يضيعوا او الكلام ده، عشان ما تدورش على الحجاره بتاعتها وتبحث عنها. فدي اول واحده كده بالنسبه للولاعه الرونسون السفينه. تاني حاجه الولاعه الرونسون الكوميت. الولاعه الرونسون الكوميت مكان الملو بتاعها من تحت هنا كده، وبرده من الصمام عادي بتاع الانبوبه مفيش اي مشكله فيها. تمام. طريقة تغيير الحجر بتاعتها سهلة جدا. بفتح الجزء اللي فوق ده كده واشده لحد الاخر، هلاقي المسار ده كده ده مكان الحجر. تمام. وده معاها برضو ايه، حاط لحضرتك كيسين حجارة، هناخد واحد بس من ده ونحطها في المسار اللي هنا دوت، الجزء اللي هو الجزء اللي انا بشاور عليه بالجفت هنا ده كده، المسار ده خلاص هو ده اللي بيكون مكان الحجر بتاعها. وهقفل تاني. تمام. وابتدي ان انا اشغل، هلاقي الحجر في الاول بيبقى شديد شويه لان ايه، بيبقى الحجر واخد الحجم او الحيز بالكامل، فبالراحه عليها في الاستخدام ومفيش اي مشكله. لو حضرتك حبيت ان انت تركنها لازم تفضي الغاز منها تماما واركنها زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله. فدي تاني واحده. وكياس الحجاره بتاعتها برضو ايه معاها اهم جوه البتاع جوه الكيس. تمام. تالت واحده الولاعه اللي هي اللي قلت لحضرتك، يعني الولاعه فعلا من النادر ان انت تشوفها او تلاقيها في الولاعات الرونسون. الولاعه دي هي بتشتغل اوتوماتيك من غير حجر، فمش هتلاقي معاها اكياس حجاره خالص. تمام. الولاعه لما بتتركن فتره زي كده، انا كنت راكنها ما كنتش بستخدمها خالص وسايبها، بعمل ايه، بمسك الصمام بتاع الانبوبه. تمام. وبيتحط لها الغاز من الصمام من فوق كده، ده مش عشان الملو، من الصمام بس من فوق كده، لان هي بقالها فتره كده انا ركنتها عشان ما كنتش بستخدمها قبل ما ايه اشحن، ترجع تاني تشتغل بشكل طبيعي جدا مفيش اي مشكله فيها. مكان زياده الشعله وتقليلها من المكان ده كده، بقلل الشعله شويه. وده الكلام ده وانا ركنتها فتره شويه. الولاعه دي بتتملي منين؟ لو بصيت على الجنب هنا مفيش مكان تتملي منه، في كل الاتجاهات بتاعتها مفيش مكان تتملي منه. بتتملي لما افتح الرافعه دي اللي هي بتاعت الزرار بتاعها، وهلاقي مكان الملو بتاعها الداخلي اهو، وهي بتشتغل باوتوماتيك. ده الزرار بتاع الاوتوماتيك ما بيتغيرش ولا اي حاجه، وده المكان بتاع التعلية او زياده الشعله وتقليلها. انا كده وضحت لحضرتك
كل التفاصيل الخاصة بيهم، عشان لو في اي مشكلة ولا حاجة يعني ان شاء الله ما يكونش فيهم اي مشكلة، وان شاء الله تبقى حاجة كويسة يعني ايه تستخدمها تفرحك يعني ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك يا استاذ.